ولو آية. ونحن في رحاب آية مع آي القرآن الكريم. ما أحلى أن يعيش الإنسان مع كلام الله سبحانه وتعالى آية آية. جميل. نعم. فقد تغير فيك آية فعلا. وقد كان بعض السلف وسيدهم رسولنا صلى الله عليه وسلم يقومون بآية واحدة يكررونها ويعيدونها. فما أحلى أن يقف الإنسان مع آية واحدة أو مع صورة قصيرة يكررها ويتأملها ويتفكر فيها ويتدبرها ويعيش معها مع معانيها. جيد. ما أحلى أن يعرف معناها ثم يكررها، وما تكرر تقرر. فعلا. يعني الإنسان إذا كرر شيئا، وهي خاصية في القرآن، لا يمل من كثرة التكرار. أي كلام وأي شيء في الدنيا كما يقال كثرة المساس تذهب الإحساس. فكلما كررته كلما مللت منه وتريد شيئا آخر. إلا القرآن، كم نكرر سورة الفاتحة وكم نكرر بعض السور، ومرات الإنسان يسمع بعض الآيات من قارئ يتلوها فكأنه كما قال عمر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فسأقطع رأسه، الكلام المعروف. حتى قرأ عليه أبو بكر الصديق إنك ميت وإنهم ميتون، وبعض الآيات قال والله لكأني سمعتها الآن. فقد يقرأ الإنسان المؤمن بعض الآيات وبعض السور يقرأها مئات المرات، ولكن إذا تلاها قارئ أو قرأها قارئ في موضع من مواضع فوالله لا يجد لها حلاوة كأنه لم يسمعها إلا التو. نعم. فتكرار بعض الآيات هذا شيء طيب. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الآية، يقوم بها ويكررها. بعض السلف كذلك يقوم الليل كاملا يقرأ الله أكبر الحمد لله رب العالمين ثم يكرر الآية وهذا جائز في صلاة النافلة. يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفرض. كثير من الأشياء قد يصليها الإنسان جالسا وهو مستطيع، قد يصليها على راحلته وهو متجه إلى غير القبلة، فيجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. يكرر الآية بعد الفاتحة، يكررها ويتمعن ويتفكر. والله قد تحدث في قلبه شيء عجيب. فهو كلام الله عز وجل. هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. يكفيه أنه كلامه سبحانه وتعالى. نعم. كلام الله سبحانه وتعالى ليس بكلام البشر، كلام الخالق سبحانه وتعالى. فنحن في رحاب آية، كل مرة نختار آية من الآيات اخترنا لهذا اللقاء ولهذا العدد قوله تعالى فيها وحد الصدى وحد العزة، الآية 23 نعم من سورة الأحزاب. فيها من الصدى وفيها من الوقع على النفس. قال الله عز وجل من المؤمنين، وهذه من للتبعيض، من المؤمنين رجال. قد تكون كلمة رجال لا مفهوم لها. سأسألك عنها، هل المقصود بها ذكور فقط أم لا؟ قد تكون نساء. نعم. مرات تكون الكلمة لا مفهوم لها، يؤتى بها لأن الغالب كذا، لأن الغالب وهي كانت في موطن الجهاد وفي موطن الأحزاب معروفة، في موطن الجهاد وغيرها. ولما ذكر المنافقين وأنهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، مع ذلك لم يوفوا العهد. والجهاد للرجال، نعم قد تجاهد المرأة، وهذا قد ذكر في التاريخ بعض المجاهدات وحتى في ثورتنا أكيد. كما نعم. يمكن نشير إليه إن شاء الله. قد تطبب الجرحى، قد تعين، المهم. ولكن الغالب أن الجهاد يكون للرجال. نعم. وشيء واجب على النساء الجهاد، مفهوم. جهادهن الحج والعمرة وغيرها. ولكن العبرة ليست بهذا اللفظ، قد تكون نساء. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. فهذه الآية قلنا لها من الموقع. مثلا في قوله تعالى لما ذكر المساجد
المساجد يصلي فيها الرجال والنساء. نعم. بس صح الصلاة أوكد للرجال. المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد، إلا في بعض المواطن تحضر بعض الدروس وغيرها، وإلا صلاتها في بيتها. لذا قال في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال صدقوا مع رجال. فلم ذكر هنا الرجال لأن الغالب مثلا هذا فيه استطراد نوعا ما، ولو في غير هذا مثلا هذا باب التغليب. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، وهو لعن للجنس الأنثى، ولكن الرجال يدخلون فيها لأن الغالب أن النساء يفعلن هذا لطلب الحسن، فكذلك الرجال هذا من باب الغالب، رجال قد تكون نساء. وما أعظم الصفحات المشرقة في تاريخنا للنساء كل ما يجري. دائما ما نحن في حديثنا من نذكر، يعني نتحدث بصفة الذكر. نعم. ونحن نقصد في حديثنا أيضا النساء. نعم. أو الإناث. مرات الله عز وجل يخصص، مرات يخصص أكيد في مواضع يذكر بالعموم ثم يخصص. جيد. نعم ثم يخصص. وإلا في ديننا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النساء شقائق الرجال. الشارع إذا طلب من المكلف شيئا يدخل النساء تبعا، إلا ما خص الدليل، لما خص الدليل أن النساء يخرجن من هذا القاعدة، وإلا في العموم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا الرجال والنساء. نعم مرات إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات. والله عز وجل قد سمى سورة النساء ولم يسمي سورة الرجال سورة النساء. فهذا ديننا لا بد للإنسان أن يعرفه ولو بالعموم. جيد. ما يقولش ديننا ظلم المرأة كما يقول البعض، بل ديننا أعز المرأة أي معز وشرفها وأعلى من مقامها، فهي أمك ثم أمك ثم أمك. نعم. فهي في أعلى المراتب. نعم. الوالدين بعد توحيد الله عز وجل وحق الله عز وجل وشكر الله عز وجل شكر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وشرف الأم وشرف الأخت فعلا وشرف البنت فعلا. شرف البنت أيما تشريف. تكون عندك بنت وتحسن تربيتها أو بنتين وثلاثة يكن لك حجابا من النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لفاطمة يقبلها على جبينها. البنت فعلا. وشرف النساء قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، وقال استوصوا بالنساء خيرا في آخر كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. والأحاديث في هذا كثيرة فعلا كثيرة جدا جدا. وكرم الخالة هي بمنزلة الأم إلى غيرها. فدينا إلا الأعشى والأعمى الذي لا يبصر بقلبه من ينكر هذا. نعم. وبعض من غلبت عليهن شقوتهن من بنات المسلمين قد ابتلينا بهذا الأمر، وإلا ديننا أعز المرأة. فعلا. دعنا الآن نرجع إلى الآية. نعم ونرجع قلت استطراد ولو في غير موضعه، ولكن لا كلام جميل يذكر فعلا. نعم. فعلا بارك الله فيك شيخنا. الله يبارك فيكم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا هو الصدق الحقيقي، أن تصدق مع الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا في موطن الجهاد. ونحن في هذه المناسبة التي ستذكرينها إن شاء الله موطن الجهاد. الصحابة رضي الله عنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أريد أن أجاهد في سبيل الله. أنا أرويه بالمعنى كي يفهم المشاهد والمستمع الكريم. قال أريد أن أضرب ها هنا بسهم فيخرج من هنا، ووضع إصبعه فقاتل ذلك الرجل فضرب بسهم كما وضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدقه الله سبحانه. صدق مع الله، صدق مع عهد، فصدقه الله سبحانه وتعالى. من المؤمنين. وهذه الآية نذكر بعض الأشياء عنها. لما في بعد معركة اليمامة المعروفة وقتل من القراء ما قتلوا،
أشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك أمته بأن يجمع القرآن في مصحف، القصة المعروفة. فأمر زيد بن ثابت أن يجمع المصحف، وممن يعينه يجمعونه من اللحاف والصحاف والحجر والظلاف وبعض الصحف وغيرها، ولا يكتبون آية. القصة معروفة طويلة، هذا في علوم القرآن يذكر، إلا بشهادة رجلين على الآية. فكتبوا المصحف، فتذكر زيد بن ثابت آية من سورة الأحزاب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها من سورة الأحزاب، فوجدها عند خزيمة بن ثابت. وخزيمة بن ثابت شهادته بشهادة رجلين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة، فوجدوها عند خزيمة بن ثابت، فكتبها زيد بن ثابت خزيمة بن ثابت. وكما في البخاري يروي الحديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك قال نزلت هذه الآية في عمي، وأنس رضي الله عنه سمي على اسم عمه أنس بن النضر. أنس بن النضر سمي أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسم عمه رضي الله عنه وأرضاه. قال فاتته غزوة بدر، لم يشارك في غزوة بدر عمه أنس بن النضر، فاغتاظ لهذا واهتم. قال أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشارك فيها، يعني هذا خير قد فاتني. ثم تعاهد وكأنه نذر لئن جاءت غزوة أخرى سأشارك في تلك الغزوة ولا يرين الله ما أصنع. فلما جاءت غزوة أحد ووقع ما وقع فيها من انقلاب الموازين، تقدم أنس بن النضر وهو يقاتل المشركين، كما يذكر ذلك معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. فوجدوه قتيلا شهيدا، وفي جسده 87 طعنة، طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فلم يعرفه أحد إلا عمة أنس، إلا أخته الربيع بنت النضر، لم تعرفه إلا بطرف بنانه. سبحان الله، سبحان الله. شفت الأخت اهتمامها بأخيها، لم تعرفه إلا بطرف بنانه، عرفته غير بالطرف تاع أصابع البنان، نسوين بنانه البنان. فقال فيه وفي أمثاله، يعني وفي أصحابه، نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ونزلت في كذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، كما شهد بذلك غير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية العظيمة. فالمؤمن لا بد أن يكون ذا عهد، إذا عاهد وفى، خلافا للمنافق. فعلا من خصال المنافق أنه 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة كانت فيه خصلة من النفاق، الوعد. المنافقون كانوا يغدرون بالوعد، إذا نعم يخلفوا الميعاد. أما المؤمن ولقد كما قال عن المنافقين ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ولكنهم أخلفوا الميعاد. الله عز وجل قال في مطلع سورة المائدة المدنية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي عقد وتدخل فيها هذه العهود والمواثيق. فإذا عاهد الإنسان ربه أو عاهد الإنسان أخاه على عهد ما فلا بد أن يمضيه. جيد. وهذا هو الرجل الحقيقي، وهذا هو المؤمن الذي يريده الله سبحانه وتعالى. هذا نعم، أن يكون ذا عهد وذا ميثاق، كما يقال عندنا عنده الكلمة. جيد. عند كلمته، هذا هو المؤمن الحقيقي. الرجال بما يخرجون، إذا خرجت من فمك كلمة كن قدر تلك الكلمة. جيد. فلا يخون الإنسان ولا يغدر ولا يكذب ولا يقول لم أقل كذا. فإذا عاهد الإنسان، وما أكثر إخلاف المواعيد وإخلاف العهود في هذه العصور فعلا، في وقت طغت فيها المادة وغيرها للأسف. فتجد الرجل أو المرأة قد يعاهد عهدا ثم بعد مرور أيام كأنه لم يعاهد وينسى ذلك العهد ويغدر، وقد لا يرد على المكالمات الهاتف، والله هذا مشاهد كثيرا
وليس المؤمن الذي يفعل هذا، هذه خصلة من خصال النفاق، لابد أن يفتش في قلبه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كان في هذه سابق لسانه ومع ذلك بعد ما يوفيش، هذا فيه خصلة من خصال النفاق. يقول لك أنا مثلا كي تفهم، لأننا لابد الآيات أن نسقطها على واقعنا جيد ونتعلم من دروسها. مرات الإنسان مثلا تقصده في شيء أو تتكلم معه في شيء، يقول لك هذا الأمر علي متهني. نعم، قد يطرأ طارق، قد يحول حائل، ما يقدرش الإنسان، بصح يعتذر ويبين، يقول لك أنا قد حاولت ومع ذلك لم أستطع. أما أنه يقطع مباشرة، هذا مشاهد وقد شكي إلينا كثير من هذا للأسف. يقول لك ولا ما يهدرش معايا، ولا لا يرد على مكالماتي، ومثلا ولا لا يجلس في ذلك المجلس الذي كنا نجلس فيه. هذا ليس بخلق المؤمن. الرجل الحقيقي يكون قدر كلمته، ولا المرأة الحقيقية تكون قدر كلمتها. أعتذر، يطلب السماح للإنسان، أنا لم أستطع. هذه من شيم المسلمين أيضا. نعم. الاعتذار. نعم، الإنسان يلتمس يذكر عذره، والمؤمن يلتمس لأخيه 70 عذرا. أما أنك مباشرة تعاهد ثم لا توفي، هذا من خصال النفاق والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لابد الإنسان أن يكون قدر كلمته. بارك الله فيك. الله يبارك شيخنا. شيخنا، لو تأملنا في تاريخنا نرى رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه وعاهدوا الوطن كذلك. نعم. من المجاهدين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الحرية. كيف يمكن أن نربط معنى هذه الآية مع تلك النماذج الصادقة من أبناء الجزائر شيخنا؟ نعم، الدارس لتاريخ هذه الأمة وبالخصوص بلدنا العزيز الجزائر يرى من النماذج الحية التي تجسد بعض آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن، جسدوها على الواقع. صحيح. تخيل ما مر على الجزائر أكثر من قرن، قرابة قرن ونصف من الاستعمار والاحتلال والقتل والتشريد. صحيح. وقد مارست فرنسا عليها لعنة الله، قد مارست فنون التعذيب فعلا، ما لا يخطر بالبال على آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، سنين عددة ساموهم سوء العذاب. وتخرج الحمد لله، يعني كانت ثورات، ولا ننسى تلك الثورات قبل ثورة نوفمبر، ثورة الأمير عبد القادر، ثورة زعاط شلال سومر، إلى غيرها من الثورات، المقراني، الحداد، كانت ثورات ضد هذا المستعمر. ونعم قد وفقوا في كثير من الثورات حتى أول نوفمبر 1954 ثلة من الشباب، يعني ثلة قليلة، مع ذلك المستعمر الطاغي معه من القوة ما معه الحلف الأطلسي. تخيل فرنسا، حتى بعض ممن خان الوطن كان يقول كيف تقاتلون هذا معها الحلف الأطلسي ومعها كذا، كمنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الثوار، هؤلاء القادة، هؤلاء الرجال المذكورون رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، آمنوا بهذه الفكرة. وهذا يدلنا دلالة قاطعة على ربانية الثورة. صحيح. لا ينبغي أبدا أن نبعد الثورة عن طابعها الديني أبدا. فعلا. نعم، الجزائر بصفة عامة ومن قاتل ومن جاهد تختلف مشاربهم. نعم، فيهم بلك شيوعي، فيهم غيرها، مهم فيها ولكن عموما كانت ذات طابع ديني بامتياز. فهم فعلا حققوا ومشوا بهذه الآية ومعناها. نعم. شيخنا، هم تعاهدوا وخططوا. جيد. لابد للتخطيط، ما تكونش الأمور ارتباطا همجية لا تخطيط لها. اجتمعوا اجتماعات عديدة، خططوا وتعاهدوا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ووفوا بهذا العهد. منهم من استشهد في البداية رحمة الله عليهم. نعم، رحمة الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، يعني مات على تفسير، لأن فمنهم من قضى نحبه، قيل نذره وقيل عهده وقيل قضى، يعني مات، قضى نحبه مات. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني بعد استرجاع السيادة واستقلال الجزائر، يعني مكث ردحا من الزمن وهو يشاهد
استقلال الجزائر وما قدمه من تضحيات نعم. من أجل أن تحيا هذه الجزائر دولة ذات سيادة ضمن المبادئ الإسلامية كما في أهداف بيان أول نوفمبر. ومنهم من إلى الآن يعني راه لحد الآن وهو يعيش بيننا، نسأل الله عز وجل أن يختم لهم بخاتمة حسنة وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. آمين يا رب. ومن مات نسأل الله عز وجل أن يكون في زمرة الشهداء. آمين. مع حمزة رضي الله عنه وغيرهم من شهداء آمين. بدر وشهداء أحد وشهداء الإسلام جميعا إن شاء الله، نسأل الله عز وجل ذلك. فهؤلاء الرجال نعم قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال ونساء فعلا، لكي لا يغضب النساء. فعلا بارك الله فيك شيخنا. إذا الثورة التحريرية كانت نعم. المثال لوجه الشبه بين صدق المؤمنين في عهدهم نعم. وصدق المجاهدين في التزامهم بحب وطنهم وتحريره شيخنا. نعم هذا يظهر جليا، يعني مقارنة، ومن قرأ شعر مفدي زكريا يرى هذا جليا، كيف أنه يشبه شهداء بدر ومجاهدي بدر بشهداء ومجاهدي ثورة أول نوفمبر، ثورة تحريرية. في شعره كثير من الاستشهادات يسقط هذا على هذا. تشابه رهيب، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه حقيقة. هؤلاء الثوار الذين آمنوا بهذه الفكرة وجسدوها على أرض الواقع، نسأل الله عز وجل أن تكون في موازين حسناتهم. فلا بد للإنسان، قد يقول قائل وهذا عرضا، لماذا الإنسان كل مرة وكل مناسبة نذكر مثل هذا ونذكر الشهداء؟ بعض الناس، وأنا يعني مرات تصادف بعضهم، يستاء من ذكرك لثورة التحرير وهؤلاء الشهداء وغيرهم. صح ويستاء من بعض مثلا الأئمة الذين يذكرون في خطبهم ويشيدون بأفعال المجاهدين وغيرهم. أبدا، هذه دائما أقولها، أي إنسان دار فيك خير ولو كان أعز الله المشاهد والحضور والمستمعين، لو يعني شارفت على الموت فأنقذك كلب، هل تنسى ذلك الكلب؟ لا أظنك تنساه أبدا، ستذكره كلما حانت فرصة لذكره. وكلب أنقذني، فكيف بآبائك وأجدادك؟ هذو آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا ضحوا بالغالي والنفيس لما كنا لما عشنا في أمن وسلام الآن. نعم، مات الكثير منهم في حوادث 8 ماي 45، مات أكثر من 45,000، بعضهم يوصلها إلى 70,000 في يوم واحد، أيام تقريبا يوم واحد. كم قدم هؤلاء من أجل أن نحيا هذه الحياة التي نحياها؟ الحمد لله، أمن وأمان وسلام وإسلام، هذه حياة الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن نحيا وتعيش الجزائر أفضل من هذا. آمين يا رب العالمين. الإنسان يصبو إلى ما هو أفضل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك شيخنا. طيب، كيف يمكن للأجيال الآن أن تقتدي بهؤلاء المؤمنين والمجاهدين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، قد ضل قوم ليس يدرون الخبر. فدراسة بعض البطولات ودراسة وقراءتها على الأجيال الصاعدة وعلى الأبناء، وذكر بعض البطولات مثلا العربي بن مهيدي وغيرهم زي غود يوسف وغيرهم، تروى في بعض القصص مثلا كل يناسب مستواه الدراسي وسنه، تذكر وتجسد على الواقع. هؤلاء هم أجدادنا وهؤلاء هم آباؤنا، انظروا كيف عاهدوا الله عز وجل، وهم قدوتنا، ماذا قدموا وماذا قاسوا لكي نعيش هذه الحياة فعلا. فأنتم أيها الأولاد وأيها الشباب لابد أن تقدموا وأن تضحوا. كل هؤلاء ضحوا بدمائهم وأموالهم، أنت على الأقل ضحي بوقتك وضحي بصحتك وأقرأ وادرس وتعلم واصبر كي يعيش أولادك وأحفادك. قدم للجزائر، قدم بصمة خير.
هؤلاء قدموها بدمائهم، أنت قدمها بوقتك وبجهدك وبتفانيك وبإخلاصك. فهذا الذي نقوله لهذه الأجيال، خذ العبرة من هؤلاء. جيد. نعم، لقد كان في قصصهم عبرة. صحيح. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه القصص يعني قد تغير في المستقبل أو في الأجيال القادمة. نعم، ليست هباء ذكرت يعني نعم. منثورة، بل هي ذكرت لنتبعها ونقتدي بها. نعم. شيخنا، نحن نذكر هؤلاء لنترحم عليهم، رحمة الله عليهم. هذا أفضل شيء، وكي نسير على خطاهم. وهذه هي الأمانة الحقيقية، صيانة الأمانة، أن نصون الأمانة. جيد. وأن نأخذ الأمانة، أخذنا الأمانة من عندهم لابد أن نصونها وأن نحفظها، لا بالشعارات بل بالعمل. جيد. الشعارات يحسنها كل إنسان، بارك الله فيك. ورفع الأعلام غيرها، هذا شيء طيب وجيد وقد يرسم في قلوب الناشئة شيء عظيم، لكن العبرة بأن نحفظ هذه الأمانة. بارك الله فيك شيخنا على كل ما تفضلت به. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين في الأقوال والأفعال. إذا بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج الضحى. نتمنى ونأمل أن نكون قد قدمنا ما ينفعكم ويفيدكم في دينكم ودنياكم. شكرا لكم على حسن المتابعة. وأوفياء لبرامج قناة القرآن الكريم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا شيخنا.